السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلشتوني؟ والله كتير 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 بحبكم في الله. ربنا يا رب ما يحرمنيش منكم ابدا، ربنا يكبر بخاطركم يا رب. بداية كده يا حبايب قلبي، اللي موش عارفني انا لمسة وست بيت شاطرة، اختكم في الله. ربنا يا رب ما يحرمنيش منكم ابدا. بداية كده يا حبايب قلبي، نصلي على النبي، ندخل نصلي على النبي. ادخلوا اعملوا الاشتراك للقناة بتاعة المتواضعة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وربنا يكبر بخاطركم يا رب. ربنا يرضيكم بحق جه النبي، بحق الايام المفترجه دي. النهارده يا حبايب قلبي، بصوا، انا مش هطول عليكم والله. النهارده حاجه سريعه وسهله كده، انا عملتها قبل كده. النهارده جبت لكم بس ان انا عملت الفطار النهارده ايه، حبيت ان انا اشارككم الروتين بتاعي او الفطار بتاعي النهارده. احنا بناخد افكار من بعض يا بنات، حتى ولو هي بسيطة، حتى لو هو انا على قدي او انا يعني اللي انا المحتوى اللي انا بقدمه حاجة على قدي وحاجات بسيطة. والله انا بتمنى ان انتوا تكبروا بخاطري وتدخلوا تعملوا لي اشتراك للقناة. صدقوني والله انا في امس الحياة ان انتم تكبروا بخاطري وترضوني. ربنا يرضيكم يا رب. المهم يا حبايب قلبي، انا جبت سمك النهارده. طبعا احنا عملنا مع بعض قبل كده كتير. جبت سمك ونضفته طبعا. انا بشيل بس اللي في بطنه يا بنات، علشان مثلا لو في اي حاجه مش نظيفه في بطنه كده، عشان ما ايه اللي يجي ياكل ما يتدهولش، يعني فاهمين انتوا طبعا اللي انا بقوله. فانا نضفت بطنه بس وحطيته بقى في الرده، وقلت اما ايه اشويه في الفرن. الكلام ده يا بنات كان قبل القرآن او الاذان بحوالي تلت ساعه بالظبط. فطبعا انا كنت علقت على الرز ده. طبعا كان عندي رز باقي من محشي يا بنات، وعلقت عليه زي ما انا قلت لكم بالظبط. انا حطيت عليه شويه ميه مش كتير ونقطه زيت وشويه ملح صغيرين، وعلقت عليه. بيبقى ما شاء الله طعمه جميل قوي زي ما قلت لك قبل كده. المحشي انا ببقى اتعمد ان انا ازود رز المحشي شويه، علشان انا ببقى عارفه ان انا هجيب سمك، فانا بحب اعمله مع السمك، بيبقى طعمه جميل قوي قوي وبصراحه بيبقى تحفه. وطبعا هنا كنت خلصت وحطيت الاكل بتاعي، وعملت سلطة ومخلل وعملت العصير مانجا، والحمد لله اللهم لك الحمد والشكر على نعمة ربنا. بصوا، هي برضو حيرة زي ما كانت في واحدة جت على النت كده قالت ايه، انا لا ده النهاردة 6 رمضان وانا عملت كل حاجة. انا ما عادش عندي حاجة، انا بتهيألي كده عملت كل الافكار اللي انا المفروض اعملها. هو كده بالظبط. احنا فعلا بدأنا كده رمضان بكل الافكار وبكل الحاجات اللي احنا عايزين نعملها وعملناها. المهم الله المستعان، ربنا يعيننا يا رب ويقدرنا على نهاية الشهر الكريم. بس صدقوني والله طالما ربنا موجود ما تخافيش من اي حاجة، وده رزق وبيجي، وما تعرفيش الخير بيجي منين والله، والدنيا بتتفتح لك ازاي ما تفهميش. سبحان الله. بس انت قولي يا رب وصلي على النبي دايما واطلبي من ربنا اللي انت عايزاه، ما تتكسفيش. خدها قاعدة يا بنات كده والله، يعني الشكوى لغير ربنا مذلة. اوعي تشتكي لأي حد. الله المستعان. ربنا ما يحوجنا ولا يحوجكم لحد ابدا. المهم يا حبايب قلب، انا كده حطيت الاكل كده، لسه الاذان ما اذنش. وبعدين انا قلت هنزل استنى ابني تحت. خدت الوجبة بتاعت في حد يعني انا ببعت لهم وجبة كده، فانا خدتها ونزلت قعدت تحت ايه. كان القرآن شغال وهسمعكم القرآن دلوقتي، وقلت ايه اما اصور لكم كده وانا قاعدة الجمال ده، على ما ابني يجي من الدرس عشان ياخد الوجبة يوديها لاصحابها. ربنا يا رب يكبر بخاطرنا ويكبر بخاطركم دايما يا رب، واشوفكم على خير يا حبايب قلبي، وربنا ما يحرمنيش منكم ابدا. وطبعا بعد اذان الفجر عفوا المغرب، الحمد لله كلنا وشربنا الشاي اللهم لك الحمد، وقمت غسلت البوتاجاز بتاعي ونضفته، والحمد لله على كل حال. وهتوحشوني يا حبايب قلبي لحد الفيديو الجاي. مع الف سلامه يا حبايبي، بحبكم في الله. معلش يا حبايبي، هنا الصوت ما ظبطش معايا ان انا اسمعكم القرآن بتاع المغرب. فانا ما عرفتش بصراحة اظبط الصوت مع صوت القرآن. انا كان نفسي والله اسمعكم صوت القرآن الكريم، صوت القرآن ساعة قبل الفطار دي. بصي يا حبيبتي، انت عارفة الدعوة المستجابة بجد بجد، وانت صايمة ساعة وانت مستنية مدفع الافطار يضرب. صدقيني والله العظيم الدعوة بتستجاب وادعي بكل اللي انت عايزاه، وادعي بكل اللي انت بتتمنيه. عايزة اسألكوا سؤال يا بنات، يعني انا عايزة يعني هو
انتوا كلكم زي كده؟ يعني انتوا طول الوقت كده في، او مش طول الوقت، يعني اوقات كتير قوي بتحسوا ان انتوا متضايقين كده ومخنوقين ونفسيتكم تعبانه ومش جايلكوا نفس لاي حاجه؟ بجد والله انا كتير قوي بيحصل لي كده، ويعني ايه، معظم الاوقات بحس بالاحساس ده. بس انتوا عارفين انا ساعه ما بدخل امسك المصحف والله واقرا قران واصلي على النبي كده واستغفر ربنا، بحس ان انا ارتحت وراحه نفسيه. فانا بنصحك يا حبيبتي انت وهي، اما يحصل لك اي حاجه او اي خنقه، صلي على النبي واستغفري ربنا وقولي يا رب، وصدقيني والله ربنا هيحوش عنك كتير. انا هنا يا حبايبي زي ما قلت لكم غسلت البوتاجاز وخلصت اللي ورايا، وانا ما حبيتش اطول عليكم، واشوفكم على خير يا حبايب قلبي، وهتوحشوني لحد الفيديو الجاي، ومع الف 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 سلامه يا حبايب، بحبكم في الله.